كل لما كنت ادعي ربنا بحاجة عمرها ما كانت بتحصل. من وانا صغير سمعت قصة الصحابي اللي لما طلب من ربنا حاجة صلى ركعتين وقبل ما يخلص السلام كان ربنا استجاب له. حبيت الموضوع وبقيت دايما بدعي في صلواتي، وكل مرة ادعي ربنا كان بيستجيب، لحد ما فجأة كل ده وقف تماما. قعدت سنة كاملة ادعي بحاجتين، في ركعتين قيام ليل، 5 صلوات كل يوم، 7 ايام في الاسبوع، كل ايام السنة، وعمر ربنا ما كان بيستجيب. كنت غضبان، زعلت، اتعصبت، وقطعت الدعاء تماما حتى في الصلاة العادية، لحد بعد 6 شهور كنت بقيت نسخة أجهز من نفسي، لقيت الدعوة الأولى اتحققت ومشيت طريق أحسن بكتير مما كنت فاكر. وبعد 2 بالظبط كنت بعيط في السجود وبحمد ربنا إن الدعوة التانية ما حصلتش، عشان اكتشفت إنها عمرها ما كانت هتناسبني. ومن بعدها اتعلمت إني ما اقلقش، ربنا ليه وقت مثالي لكل حاجة. وعرفت حديث النبي إن المسلم لا إما يستجاب ليه الدعوة، لا إما تتصرف عنه لو شر، لا إما ربنا بيدخرها ثواب في الآخرة. واما كسل عن الدعاء بفتكر إني كنت غلط لما كنت فاكر إن